اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. النهارده احنا هنعمل مراجعه على احدث افلام مارفل، وهو فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3. هنتكلم على كل حاجه حصلت فيه، لذا لو انت ما كنتش شفت الفيلم اقفل الحلقه دي دلوقتي عشان هيبقى فيه حرق جامد. فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3 هو فيلم بينتمي لعالم مارفل السينمائي اللي هو الام سي يو. هو بينتمي للمرحله الخامسه، وهو الفيلم رقم 32 بشكل عام، والجزء الثالث في السلسله الخاصه بيه. الفيلم اتعرض في شهر مايو سنه 2023، كان المفروض يتعرض سنه 2020 بس مارفل سنه 2018 طردت المخرج اللي هو جيمس جان علشان تويتات قديمه ليه ظهرت على الساحه خلت شكله وحش. بعد كده بيروح دي سي بيعمل فيلم سويسايد سكواد ومسلسل بيس ميكر. بعد كده بنشوف ان مارفل قررت انها تعينه تاني. كان في اشاعه بتقول ان هو هيرجع شخصيه يوندو على قيد الحياه، بس هو انكر الاشاعه دي وقال لك ان ده موضوع ملوش لازمه، وان هو كان بيلغي التضحيه اللي قام بيها يوندو في الجزء الثاني، وان هو طول ما هو مخرج مفيش شخصيات هترجع على قيد الحياه. قصه الفيلم بتبدا واحنا بنعرف ان هاي ايفولوشنري هو اللي صمم روكيت بيبقى شديد الذكاء بيهرب. هاي ايفولوشنري بيتضايق بيبعت وراه ادم مورلوك عشان يرجعه. روكيت بيتصاب جامد، الفريق بيقرر ان هو يتحد ويعملوا مغامرات عشان ينقذوا صديقهم، وبالفعل بيحصل كده. في اخر الفيلم بعد هزيمه هاي ايفولوشنري بنشوف ان بيتر واخته بيشوفوا حياتهم الشخصيه. جامورا بترجع للرافيجرز، نيبولا ودراكس بيتفرغوا لقياده المستعمره الجديده، روكيت بيبقى هو قائد الجارديانز الجديد وبيجيله ادم مورلوك. الفيلم يعتبر وداع لسلسله جارديانز اوف ذا جالاكسي، او على الاقل الابطال الاصليين. يعني احنا بنشوف في البوست كريديت سين بيقول لك ان ستار لورد سيعود، ما قالكش الجارديانز. الفيلم يبقى تكريم لجميع الابطال، هم كلهم ظهروا، وكالعاده ظهر مرات واخو جيمس جان. بنشوف حاجات احنا عارفينها من الكوميكس زي ان ادم وورلوك كان عبيط في الاول. في الكوميكس اول لما خرج من الشرنقه خطف ليدي سيف وكان عايز يتجوزها عافيه. برضو موضوع ان هاي ايفولوشنري عنده امل وطموح ان هو ياسس العالم المثالي ويوتوبيا. موضوع كاونتر ايرث وان هو دمرها في الفيلم. في الكوميكس هو بالفعل بيأسس كاونتر ايرث وكان عايز يدمرها، بس ادم وورلوك بيقنعه ان هو ما يعملش كده. برضو شفنا في الكوميكس جرود بيتكلم وبيطير وبيغير في حجمه. في حاجات تانية تعتبر تعديل على احداث حصلت في الكوميكس، زي ان ادم وورلوك في الفيلم بيقول لعيشة يا ماما. الكلام ده ما حصلش تماما في الكوميكس، بالعكس ده هي كانت عايزة تتجوزه. برضو موضوع ان هاي ايفولوشنري هو اللي صمم روكيت، في الكوميكس ما حصلش الكلام ده. برضه هاي ايفولوشنري في الكوميكس هو ذكي جدا جدا جدا، اذكى بكتير من اللي ظهر في الفيلم. هو عنده قدرات كبيره، هو كائن تطور نوعيا، ما بقاش يتصنف انسان، بقى عنده القدره ان هو يزود او يقلل من تطور اي كائن حي. غالبا في الفيلم هم قللوا من قدراته وقوته دي كلها علشان يكون في حبكه وقصه والابطال يعرفوا يغلبوه. احنا دلوقتي هنقيم كل جانب في الفيلم على صعيد القصه. هي كان كويس في الواقع فكره انقاذ روكيت، انهاء الارك الخاص بالشخصيات الرئيسيه، التمهيد للمرحله الجديده، وتطعيم الفيلم ببعض الشخصيات الجديده اللي ممكن يقودوا المرحله بعد كده زي ادم وورلوك، بالاضافه لتقديم شخصيه هاي ايفولوشنري. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على الدراما كانت قويه جدا. كان في بعض اللقطات اللي المشاهد اتوتر او عيط فيها، زي لما افتكرنا ان ستار لورد مات، او لما شفنا ان روكيت بيروح الافتر لايف وبيقابل اصحابه. لذا التمثيل كان محترم، وخصوصا من نيبولا ودراكس وستار لورد. على صعيد الكوميديا فالكوميديا كانت حلوه، كان في لقطات كتير بتضحك، وخصوصا من ادم وورلوك ودراكس. لو هنتكلم على الموسيقى فالموسيقى هي اكتر حاجه ايقونيه بتميز السلسله دي، فكانت تحفه. هنتكلم دلوقتي على سي جي اي والتصوير والاخراج، فكانوا احسن بكتير مما انا كنت متخيله وكانوا ممتازين جدا. الفيلم حقق حوالي 841 مليون دولار، وهو تاني اكتر فيلم تحقيقا للايرادات سنه 2023. اخد تقييم 8.1 من 10 على اي ام دي بي و82% على روتن توميتوز. انا تقييمي الشخصي قد الفيلم ده 8.5 او 9 من 10. هو احسن فيلم انا شفته المارفل من بعد اند جيم، وانضف حاجه اتعملت في المرحله الرابعه والمرحله الخامسه. هل في امل ان يتعمل جزء رابع؟ كان جيمس جان سنه 2017 قال ان احتمال، بس انا اعتقد ان الموضوع ده مستبعد، ولو حصل مش هيبقى دلوقتي خالص. يعني الفريق الجديد مش مشجع انك تشوف له افلام. انا بيتهيألي ان ده الوقت المناسب انك تنهي بيه السلسله دي والشخصيات دي وتقدم فريق جديد زي فريق انايليتورز. كان في حلقه اتكلمنا فيها على فريق انايليتورز في الكوميكس، لو انت ما كنتش شفتها هحط الرابط بتاعها على الشاشه. بس كده دي كانت مراجعه سريعه على فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي فوليوم 3. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الفيلم ده، ايه اكتر مشهد معلق معاك، ايه رايك في السلسله دي بشكل عام، هل تفتقدها ولا لا. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.